هاجد بن مخابن بيجنا كردا ايتامت امته مخابن جي او بيفا دو بسلمانا هيزياتر كل غير بسلمانا بيتن اما دبويت بريز من حرمتها يبو قسوا بس ديروك تاريخ وهي قط وقط ناس سلمينيتن بلكي كرد باروانة امتنا بلكو كرد جهة سربلندية امتنا بلكو كرد باشترين مسلمانا ان شاء الله جي بيبا خودا ده حول دين كون نمونت زيندي وبصدها صالكو اثباتا وهبكتن اما دبويت برز قرنا شويدا وحتانهم مسلمان راستقينا وجماعة راستقينا يزريبت دن الالتزام اخوم خدای مزن زانیتن چپ سری وادینیتن مخابن ملت کرجی ويل حقيقته ويل سراسية وديروكا خداجي دفاع الحقيقة كرا دجمنت بسلمانا دجمنات يا خويا كريا سر كردا نمونجي يويا كو تشملت الدنيا دا وكي كردا لنكينا شل مليون زياتين حتى انها نك دويلة نك دولة دويلة جينيا اواجي سببه چه سببه اوه کو کرد بسلمان درست قینن اوه ضریبه هنده دتو بس ان شاء الله خودش و ماسترو چه زیبید چه ان شاء الله پیچه که دویج بیتن خدا تبارک تعالی هر دو سر خیتن برزان ملت کردان ملت کرد نش آسمان هاتی خواره و نش اردیجی در شویا بلکی ملت کی خواهان میجو شهرستانیت که دیرینه چونکو مایه هاجی مایه خونده ول میجو ناو چندها ملت های هاته ناو چندها ملت های هاتو بس کانن بوج کرد ماینه و دیسا و اثبات بهنده کو کرد ملتك عريقة جبه عنده يمايا وهرد من يجو إن شاء الله دب آواتيت خوجي جايتن آما دبايت خوشويست الباك كيمياء وقته هم نشم راسته هميه كردي بيجين هم ده محاولة كان قدر إمكان أو متبت بمختصری بجینو بزمان عربی چونکو واسفت بگم بارا بترج و زمان عربی فهمت کن شيء بتر يعد الكرد أحد شعوب غربي قارة آسيا ويعتقد بأن أرض كردستان الحالية إن لم تكن المهد الأول للبشرية فهي من أوائل المناطق التي ظهرت فيها الحياة ونمت فيها الحضارة وهي تقع ضمن المنطقة المناعية المعتدلة منذ بدايات الحياة على هذه الأرض ووجد الآثاريون في كهف الشاندر في محافظة أربيل في كردستان باشور هياكل عظمية تعود إلى حوالي 65,000 سنة قبل الآن 65 سنة ألف قبل الآن والكردستان مسكونة منذ ذلك التاريخ ولحد الآن لأننا لم نسمع في التاريخ بأن هناك جرى وباء لا سمح الله أو زلزال أو هجرة قسرية كما يحدث في حاليا
ولكن هم الذين ورثوا هذه المنطقة أبا عن جد إلى أن وصلتنا إلى هذه الناحية. وانتقل الإنسان في كردستان من مرحلة جمع القوت يعني بزين ديخ وخانة إلى مرحلة جمع القوت يعني استقرار، إلى إنتاج الرأي، تعلم الزراعة. وقرية جرمو شاهد على ذلك، وهي تقع في منطقة السليمانية في كردستان باشور، ووجد فيها العصر الحجري المعدني الذي يعود إلى 5500 سنة وإلى الآن. واستطاع ساكنو هذه المنطقة من تعدين الحديد والنحاس والمتاجرة بهما في المنطقة. الدول الغربية التي تفرق عن الدول الشرقية متقدمة صناعيا إنها تعلمت فقط تعدين المعادن، فتصور في ذلك الفترة نحن على هذا الشيء. وظهر على أرض كردستان ما يعتقد أنه العصر الشبيه بالكتابة قبل الوركاء. الوركاء يعتبر أول منطقة اخترع فيها الكتابة، ولكن هناك آراء بأنه في منطقة كردستان اخترع الكتابة قبل هذه الفترة، ولكن الموضوع لا زال قيد الدراسة. وقد تكون هذه التطورات هي الأساس لتبنى عليها أجزاء واسعة من هذه الأرض حضارة بلاد الرافدين. ويحتمل أن يكون كردستان هي الموطن الثاني للبشرية. وكان للكرد دور سياسي وحضاري منذ القدم وإلى الآن، ونورد هنا بعض الأمثلة المهمة والمختصرة للاستشهاد على ذلك. أولاها الإمبراطورية الميدية قبل التاريخ. الإمبراطورية الميدية كانت حدودها تمتد من أفغانستان وإلى منطقتنا هذه، ومن جبال القوقاز إلى الخليج العربي. فالكرد كانوا متوزعين في سائر أنحاء هذه المناطق منذ تلك الفترة وإلى الآن. وقد قامت في تلك الفترة دول فقط سميت الدولة الميدية بالإمبراطورية، أما باقي الدول فلم تسمى بهذه الاسم. قال هيرودوتس بشأن مزايا ملوك ميديا: كان ملوك ميديا شجعانا ذوي نفوذ وجسارة لاقتحام المصاعب، كما هم أبناؤه وأحفاده الآن. وأشار أرنولد توينبي إلى قوة ميديا وإمبراطورية ميديا قائلا: كان الكلدان الذين سيطروا على بابل يتمتعون بكثير من القوة، وكانوا إذا توجهوا غربا أسودا مزنجرة، وإذا توجهوا شرقا وشمالا في اتجاه كردستان أو ميديا القديمة فكانوا حملانا. ونستشهد أخيرا بما كتبه أرنولد توينبي قائلا: كان ميديا مقارنة بالدول التي حكمت المنطقة أقواها وأكثرها ثقة بالنفس. وكانت أولى الإنجازات التي تمت على يد ميديا بعد سنة 612 أولى الإنجازات مهمة أنها استطاعت القضاء على الدولة الآشورية التي ظلمت شعوب المنطقة ظلما كثيرا. وبعد سنة 612 استطاعت أن ترد عن الدولة أو أن ترد عن الدول المجاورة القبائل الهمجية التي كانت تعيث في الأرض فسادا. ورغم سقوط دولتهم لكن دورهم الحضاري والسياسي والفكري لم ينقطع إلى نهاية الدولة الساسانية. أما في الإسلام فنشير في البداية أنه منذ اللحظات الأولى لدعوة الإسلام جاءت التأكيدات القرآنية على عالمية هذا الدين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد فتح الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام
رضي الله عنهم صدورهم لكل المنتمين للدين الجديد، وتبوأ رجال من أمثال صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وغيرهم من العرب مواقع متقدمة في حركة الدعوة الإسلامية، ولقوا كل ترحيب وتكريم. ولما قامت الفتوحات الإسلامية وانتشر المسلمون في الأرض وأصبحت الدولة الإسلامية دولة عالمية، وجد المسلمون العرب الفاتحون أنهم أنفسهم يتعايشون مع شعوب شتى انتمى الكثير منهم إلى الإسلام، وظلت الشرائع أخرى على أديانها تمارس حقوقها الدينية والمدنية بحرية تامة. فها نحن إزاء ما يمكن تسميته بالأممية الإسلامية التي أكدها القرآن الكريم في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم، إلى نهاية الآية. وذلك ليتميز بعضكم عن بعض. وفي الآية الكريمة: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. أممية تعرف بالتمايز بين الجماعات والشعوب والأمم، ولكنها تسعى لأن تجمعها في الوقت نفسه على صعيد الإنسانية. كلكم من آدم، كلكم لآدم وآدم من تراب. فنبدأ بجابان الكردي الذي اجتاز المسافات الطوال لكي يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ويعلن إسلامه، فيكون أول سفير للشعب الكردي إلى دولة الإسلام. ولولا ضيق الوقت لفصلنا بعض الشيء عن جابان: من أين أتى، ومتى أتى، وكيف دخل في الإسلام، وأين رجع، وماذا فعل، ولكن نشير إليها بإشارات فقط. وفي فترة جابان قدمت مجموعة من التجار الكرد إلى الطائف من إقليم الجزيرة هذه، وأسلمت. طبعا إقليم الجزيرة قصدنا منطقة ديار بكر والجزرة وغيرها. هذه المناطق تسمى في مصطلح الإسلام يسمى بإقليم الجزيرة. وبهذه المصادر الموثوقة تؤكد أن الجزيرة هذه أسهل البلدان فتحا. يعني المصادر الإسلامية كلها تؤكد أن أجداد حضاراتكم الحضور هنا أكثرتهم هم من أسهل البلدان فتحا بالنسبة للمسلمين. فتكون هذه الفئة المباركة مع الداعية الأول جابان نواة الوجود الإسلام في كردستان، ما يلبث شعب بكامله أن ينتمي بطواعية مع بعض الاستثناءات إلى الإسلام. وعلى يد جابان أسلم ديلم الكردي، وكذلك ديلم الكردي له قصة شيقة مع الإسلام. أكرر لضيق المجال لا أستطيع التحدث عن هذا، ولكن كان ديلم رئيس الخاص للكسرى يزدجر آخر ملوك الساسانية. كان هو ومعه أكرادا أسلموا على يد جابان الكردي. كان هو وجماعته حراسا تعدادهم من 4000 إلى 5000 أسلموا على يد جابان الكردي، ولكن أخفوا إسلامهم انتظارا للفرصة التي يعلنون فيها عن إسلامهم. وأتت ذلك الفرصة عندما التقى المسلمون بالساسانيين في معركة القادسية، عندما اختلت التوازن باعتبار أن للساسانيين قوة لا تعد ولا تحصى مثل ما يقولون، وكذلك لهم عدة ضخمة. ولكن عندما اختل الميزان دعا رستم هذه المجموعة لتشارك إلى جانب الساسانيين بالقتال ضد المسلمين، ولكن هؤلاء عندما وصلوا لساحة المعركة انقلبوا إلى جانب المسلمين،
فكان انتصار المسلمين في القادسية السبب الرئيسي فيها هو انضمام هذا الجيش الميمون إلى جماعة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم. فمنذ ذلك الوقت كان للكرد دور في تقوية الإسلام وانتشاره، ولم يبقى هؤلاء الكرد عند هذا النقطة، بل شاركوا إخوانهم المسلمين من العرب في فتح بقية مناطق كردستان، وكذلك في نشر الإسلام بين الكرد، لأن انتشار الإسلام بين الأكراد بدون تعلم لغتهم أمر صعب أو أمر محال. طبيعي علي أن أختصر. إن كردستاننا بفضل هؤلاء الصحابة والتابعين دخل الإسلام فيها في أكثر أنحاء كردستان خلال 10 سنوات فقط، من سنة 16 هجرية في زمن الخليفة عمر بن الخطاب، وكانت أول مدينة فتحت هي مدينة الجلولة، وكانت آخر مدينة هي مدينة دوين مسقط رأس صلاح الأيوبي. فخلال 10 سنوات فقط أسلم جميع أو غالبية الأكراد. فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الكرد أو غالبية الكرد دخلوا في الإسلام واعية. ومن الجدير بالذكر وثمة ما تجب إشارته أن أصالة الكرد ورجولتهم وقدرتهم في الوقت نفسه على الاستعصاء والتشبث بمعتقداتهم السابقة تنهض دليلا على أنهم اعتنقوا الإسلام اختيارا وليس بالإكراه أو هروبا من دفع الجزية كما يحلو للبعض أن يقولها. الحقيقة إن للكرد من إمارات وأشخاص دور لا يستهان به أبدا في تقوية وانتشار والدفاع عن الإسلام في سائر المناطق، ونذكر منهم على سبيل المثال الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. أيها الأخوة والأخوات، في الحقيقة إن علينا أن نقف مليا وكثيرا على سيرة صلاح الدين الأيوبي، حيث أن وضعه شبيه كثيرا بالوضع الذي نعيش به الآن، بل يمكن أن نقول أن وضعه كان أصعب، لأنه كان هناك في تلك الفترة الدول الأوروبية مجتمعة جاءوا إلى السواحل الإسلامية وبنوا 5 كيانات، مو كيان صهيوني واحد بل 5 كيانات صهيونية في تلك الفترة. وكانت هناك الدولة الفاطمية في غرب العالم وليس في غربها كما هي الآن. فاستطاع صلاح الدين أن يوحد المسلمين. فأسلوب صلاح الدين في توحيد المسلمين هؤلاء حقيقة يجب أن تكون دروسا نتعظ منها ليكون وسيلة لنا إن شاء الله لنخلص من الوضع الحالي، لأن الصليبيين وأعوانهم الآن أيضا متواجدين في منطقتنا. بس خلاص كذا ندخل إن شاء الله. إن شاء الله مشكلة يعني. الأخوات الإخوة الأعزاء، هناك نقاط كثيرة وأمثلة تاريخية مهمة وددت أن أوصلها إلى حضراتكم، ولكن لضيق الوقت كانت 20 دقيقة صارت 12 دقيقة، هم راضين فيها، ولكن نخلص في بعض النقاط. أولا أيها الأخوة، أن الأكراد فقط بالإسلام صار موحدون، فعندما أسلموا لم تكن هناك حدود بين الشمال والجنوب أو الشرق والغرب، وكذلك تخلصوا
من الحروب القومية، حرب مع العرب، الحرب لا سمح الله مع غير ومع غير تخلصوا منها. ولم تصبح كردستان بعد ذلك ميدانا لتصفية الحسابات بين القوى الكبرى كما هي الآن في منطقتنا. وكذلك في ظل الإسلام أنشأ الكرد عشرات من الإمارات المستقلة معترفة بها من قبل الدولة، وبالإسلام يصبح الفرد الكردي حرا وأسرته سعيدة ومتماسكة في ظلال الكرد. وأخيرا وبالإسلام وحده يحصل الكرد على الامتيازات التي فقدوها. والتاريخ كما ذكرنا بعض الأمثلة شاهد على ذلك، والواقع الحالي شاهد كذلك، إذ بعد ابتعاد بعضنا عن الإسلام وبمساعدة أعداء الإسلام، كيف أصبح وضع الكرد الآن؟ فإلى الإسلام. وأختمها، تكلم الأخ أتى باسم الشاعر أحمد خاني، وأنا أيضا أختمها ببيت للمرحوم أحمد خاني إذ يقول جرد تمقصودك هبي لازم دبي ليبي بلس خاصمة معبودك هبي دائم دا أمري ببس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. خوشکانی سنگین برایانی بەڕێز، پێشەکی زۆر سوپاس و دوعای خێرمان هەیە بۆ سەرجەم برایان و خوشکانی هوداپار و بە تایبەت زانایان لە خوشکان و لە برایانی بەڕێزیان. و دووبارە سەلامی زۆر بەڕێز جەنابی مامۆستا عەلی باپیر بە هەموو لایەکتان ڕادەگەیەنم. لە وەکالەتی بەڕێزیانەوە ئەو نامەیەیان بە زمانی عەرەبی کە نووسیوە لە خزمەتانە باسەکەم، لەبەرەوەی نامەکە زۆر کورتە، ئینشاءڵڵا بە کوردیش بۆتان تەرجومە ئەکەم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله المهتدين بهداه من الصحب والأرواح والذرية والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء. بداية أرحب بالحضور الكرام وأحييكم بتحية الإسلام جميعا، وأدخل في صلب الموضوع مباشرة فأقول: أولا، بدأت معاناة الشعب الكردي المسلم المتجسدة في محوه كشعب له كيان مستقل على الخريطة السياسية بعد إبرام الاتفاقية المشؤومة الظالمة، اتفاقية سايكس بيكو في سنة 1916 الميلادي بين كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية، والتي قسمت بمقتضاها أراضي المسلمين ومن ضمنها كردستان إلى عدة قطع، وقيم على كل منها كيان سياسي هش سمي فيما بعد بدولة، وذلك باستثناء كردستان، والذي ألحق كل جزء من أجزائها الأربعة بدولة من الدول الأربع: تركيا، إيران، العراق، سوريا. ثانيا، واستمر هذا الظلم التاريخي الواقع على الشعب الكردي المسلم طيلة 100 سنة الماضية من 1916 إلى 2016 الميلادي، بالرغم من كل الجهود المبذولة والتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الكردي في نضاله التحرري في أجزاء وطنه الأربعة: الشمال والجنوب، الشرق والغرب. ولم يتمكن في أي جزء من أجزاء وطنه الأربعة
من نيل حقه الكامل المتمثل في امتلاك الإرادة والإدارة الذاتية المستقلة، باستثناء شعب جنوب كردستان المتمتع ببعض حقوقه ضمن إقليم فيدرالي في إطار دولة العراق. ثالثاً، وبخصوص شمال كردستان أي كردستان التركية والخروج من الأزمات الخانقة التي يعاني منها، أقترح ما يلي: أولاً، عودة الطرفين المتسارعين إلى منطق القرآن والأصالة الإسلامية، ونبذ استخدام القوة واللجوء إلى العنف، إذ كلا الشعبين الكردي والتركي من الشعوب الإسلامية العريقة. ويقول الله الكريم في كتابه الحق: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وبناء عليه فكل الشعوب متساوية في التمتع بحق تقرير المصير من حيث المبدأ. ثانياً، عدم استقواء أي من الطرفين بالخارج واستعدائه على الطرف المقابل، إذ لم تجد هذه الحيلة ولم تنفع هذه الوصيلة طيلة العقود المنصرفة، ومن جرب المجرب حلت له الندامة. ثالثاً، التركيز على الأهداف المشتركة والتي هي كثيرة جداً، وجعلها جسراً للتواصل، ثم بحث المشاكل في جو هادئ وبروح متفائلة وإيجابية. وليكن معلوم الجميع أنه لا رابح في أي اقتتال داخلي، بل كل الأطراف خاسرة، وهذا ما أثبته لنا التاريخ الغابر والمعاصر. وفي الختام أسأل الله تعالى السداد والرشاد للجميع. أخوكم في الله علي بابير، 16 محرم 1438 الهجرية مقابل 17/10/2016 الميلادي. أمجال خدمتنا بإذن الله تعالى بكردي ترجمة أكم بزماني كردي ديار سوراني لبر من زماني كرمانجي نازانم داوي لورنك. دعاء سپاس و سلامي خواب وسر پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام. جناب مامۆستا فرمووی جوانترین سلام و سپاسم هەیە بۆ هەموو لایەک بەگشتی. فەرمووی ئەچمە ناو مەوضوعەکە و مباشرەتەن بەبێ هیچ مقدمەیەک دەست پێ ئەەکەم و ئەڵێم یەکەم معاناتی کوردی مسلمان لە هەر چوار پارچەی کوردستانە کە خاوەنی جوغرافیا و خەریتە و خاک و گەل و وەتەنی خۆیەتی، بەڵام معاناتی ئەم دەستی پێ کردووە لەو کاتەدا کە ئیتیفاقی سایکس بیکۆ لە ساڵی 1916 کە 100 دانە ساڵە لە بینی بریتانیا و فەڕەنسا و رووسیای قەیسەری ئەو زەمەنەدا کە هەموو وڵاتانی بەش کرد، کردیە چەند وڵاتێکەوە کە دوای ئەوە کیانێکی لاواز و بێهێز دوای ناوێنە دەوڵەت و بما فيه کوردستان دابش کرا بەسەر ئەم دەوڵەتانەیە، بەسەر 4 دەوڵەتە: تورکیا و ئێران و عێراق و سووریا. ثانياً، دووهەم ئەم زوڵمە تاریخیە بەردەوام بوو بەسەر میلەتی کووردا بە مودەی 100 دانە ساڵ، یەک قەڕنی تەواو لە 1916 تا 2016 کە ئەم ساڵەکە. لەگەڵ ئەوەی کە میلەتی کوردی مسلمان لە هەر چوار پارچەی کوردستانە تەضحیەکی زۆری داوە، هەوڵ و تێکۆشانێکی زۆری داوە، هەموو چین و توێژەکان و مەذهەبەکانی ئەم میلەتە لە پێناوی سەربەخۆیی بەدەستهێنانی مافەکانی کە خوای پەروەردگار پێی سپاردووە، هەر لە شیمال و لە جنوب و لە شەرق و لە غەرب، واتە لە هەر چوار پارچەی کوردستان. بەڵام بەداخەوە ئەو مافانەی وەکو پێویست بەدەست نەهێناوە جگە لە کوردستان کە ئەمڕۆ خاوەنی ئیدارەیەکی فیدراڵیە لەناو حکوومەتی عێراقیە تا حدێک لە چاو پارچەکانی ترەوە
شتێکی بەدەستهێنا. سێهەم و بە تایبەت بە نسبەت کوردستانی تورکیا و دەرچوونی لەم ئەزمەیی کە ئەمڕۆ هەموو لایەکی گرتووەتەوە و هەموو لایەکمان ئەیزانین، چەند نەسیحەتێکی فەرمووە. یەکێ لەوانە فەرمێ هەردوو تەرەف واتە تەرەفی کوردی و تورکی وەکو حکوومەت بگەڕێنەوە سەر منطقی قورئان، بگەڕێنەوە سەر کەلامی خوا و پێغەمبەرەکەی وەکو خوای پەروەردگارە فەرمێ وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهرچی هێز و پەنابردنە بۆ هێز و شتی تونند و تیژی بیخەنە لاوە، چونکە هەردوو شعبی کوردی و تورکی دوو شعبی مسلمانن. خوای پەروەردگاری دەفەرمێ یا ئەیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ترجمەی ناکەمە کوردی لەبەرە من قسە بۆ ئەهلی عیلمەکەم. کەواتە هەموو شعبێک کوردە یا هەر زمانێک و هەر دەنگ و ڕەنگێکیە و لە هەر جێگەیەکەیە حەقی خۆیەتی خۆی بۆ خۆی لە مەسیری خۆی بڕیار بدا و صاحب مافی خۆی بێ بە پێی ئەم ئایەتە. دووهەم هیچ لایەک با پەنا نەباتە بەر هیچ هێزێکی خارجی بۆ ئەوەی شتێک بەدەست بێنێ یا دوژمنایەتی بەرامبەرەکەی پێ بکە، لەبەر ئەوەی مێژوو بۆمانی سەلماندووە کە ئەمە هیچ سوودێکی نییە. تەجروبەکان سەلماندیان ئەمە لە زەرەر زیاتر هیچ سوودێکی بۆ هیچ لایەک نییە و هەر دەوڵەتە و هەر هێزێک کە پەنایان بۆ بەرین بۆ مەسلحەتی خۆی بەکارمان دەێنێ و دوایی پشتمان تێدەکات. سێهەم هەردوو لا با تەرکیز بکەنە سەر ئەو خاڵانەی کە هاوبەشن لە بینی یەکتریدا کە خاڵی هاوبەش گەلێک زۆر هەیە. ئەو خاڵانە بکەنە پردێک بۆ ئەوەی بگەنە نەتیجەیەک لە جێوێکی هێمن و ئارام و ئیجابیدا بە سنگفراوانیەوە لە یەکتری وەربگرن و هەموو کەسێکیش ئەیزانێ هیچ کەسێک قازان لە شەڕ و تند و تیژی ناکە، بەڵکو هەموو لایەک زەرەر ئەکەن. ئەمەش تاریخی ڕابردوو ئێستا بۆمانی سەلماندووە. دووبارە و سێبارە سەلامی جەنابی مامۆساتان پێ ئەگەێنم و خوا لێتان ڕازی بێ، خوا پاداشتان باتەوە، خوای گەورە بیکا بمایی خەیر و بەرەکەت و ڕەحمەت بۆ هەموو لایەکمان و خوای پەروەردگار عاقیبەتمان بەخەیر بگێڕێ و لە قیامەت شابمان خاتە بەر ڕەحمەتی خۆی. برا بچووکتان مامۆسا نەوزاد لە خزمەتی جەنابی مامۆسا عەلی باپیرە بە وەکالەت ئەو بابەتەم خوێندەوە. والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأمته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال تعالى في فرقانه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويقول جل شأنه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله والرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أجي بنوبة خو صلاة وريزة خو ويه خشكبرايت خو لجماعة دعوة وإصلاح وهمو خشكبرايت خويد عزيزة مسلمانة رجهلاتا كردستاني عرض خدمتا ميوانو سيدايت بريس خشكبرايت حاضر لمجلسه عرض دكم وهروتو ريزو سپاس و تشكر لخشكبرايت خويد عزيز يتهدا بارتي كبونه باعث بكينانا او كورو مجلسا مبارك چون وقت که ما خلاصا بحث از عرض و خدمتا هنگو عزیزا کم. البته بحث اتحادیه و بحث ملت کردش دناو دا کو مطرحه، اما کو کرد و کو زانایت کردی عالم دینی کرد لازمه هم چه بکین بوی کو لازمه پیش وهنده دا کو ام بحث لاتحاد بكين ده اول ده دليل اختلاف النزاع بين علماء ومسلمان
و لبين عالم الديني وأحزاب وجماعات الدينية كردي دليل نزاع واختلاف بحث بكين وهروتو بحث لوي هندي بكين كو رحل بو اتحاد چيه وبحث لوي هندي بكين كو أولويات ميت أورو يت عالم كرد وعلماء جماعات كردي چنه چون هدف لوی رونشتنیجی اوه توصیه به وحدت زور ها تکرن ام لآخر دابوین خدا بحثه مجی خاص نتیجه اگل آخوتن آور بگرم اول دلیل اختلاف و نزاع بجم پاشی چطور ام اتحاد بکین اتحاد به چوا چه ببید و بحث لوی هندی بکین حد اقل دو اولویت 100 اورو عالم و جماعت الديني از بحث بكن ديار اختلاف ونزاع الشكت دانية لا يزال عليه إسلامي ومسلمانا وبخصوص ما ملت كرد وهروتو عالم وزانايد كرد لطرف دشمنا وشكنية نقش زوري تاتينا كيجان امنا خازين جناح اختلاف وتفرقة بين أخو بيقنا سكرا دشمنا ولي طبيعية کسک دشمنه لو ما دشمنه که دشمناتی خوب کرد اما حتی ظرفیت و زمینه لمروف دانه بید دشمن نشیتن رخنه بکته دنا و مرودا و اهداف خوبین تجید دیاره لپاشوی که دشمنه لزمان دور را سعی کرن مصر بون لسر دشمنات یا اسلام و مسلمانا و بخصوص چوساوترین و مظلومترین ملت مسلمان که ملت کرده اصرار آن هبو الان امیدید بینین او اصراره به صورت که آشکرایه و لسر اصراره خو به حد که دوامت کن و دومت کن که زورگ لنقشت خدا موفق بونه و گلگ لآرزویت وان و تاتی نجی الان ام مسلمان ها دبینین بچه مشغولن و کو اشاره لآخوتن ادمامستا دهاتا کرن به همه تشتکی و مشغولن الا دین خو نبید الا نجات دین خو نبید اما خدای مزن هیچ وقت که نخواستیه که نور هدایت و بتمرید البروي هندي لبين اوهم مصيبتكم سرسر امتها اسلام هاته بخصوص ملت كرد ومسلمان كرد جيلكو دستيكو وكو باصلاح سوراني نويكي نيو تازه يه صحوا اسلامي بيدار يا اسلامي دناو ملت كردج دا دست به شول کرد و بو باعث دلخوشی و روناکی دل ملت مسلمان کرد امید دناو دل مسلمان کرد زندی کر جاره کی دی و او دیار بو او امیده اما زور نکشا لهگرا شروع زور لنحله و فکر و طائفه و جماعتا هدی کو قرار بو نقشه غیر و تو یک کفار دشمن مسلمان نا امید کربون او امیده بو مسلمان ها چه بو اما و تو نبو دناو مسلمان دا کسک نبن ببن عائق و مانع عمال اوان دشمن دینی لممالک اسلامی دا هبون بخصوص حتی لکردستان مجیدا شکت دانیه انواع اذیت و آزار و اشکنجه بو عالم دینی بو او کسید که هلگر فکر دینی بون چل شخص و چل جماعتا اذیت و آزار دست بکرن هر وقت هم لازمان برایت خوید هدا پارتش ده بهیسین زندانیت زور اذیتت زور فشار زور دیتنه او تشتل زور دوره دیه مملکت کردی دا رودان و همو فشارک بر رواد زانین لبارا ملت کرد اما خوراگریا عالم کردی و جماعت کرد بو باعث وهنده کو
تنه ولا بو خدای خواه بن. هیدی امید کدنا و دل ملت کرد مسلمان دا پیدا ببو، او امید متاسفانه لچیبونا اختلافات و اختلافات طبیعینه لبین عضو بیداریا اسلامی دا لروجهلات بیداریا اسلامی دا او جی سریخ و حل دا و اغلب او اختلافاتانه لواقع دا لدوری چه دابون؟ لدوروبری چه مسئله کی دابون؟ لدوروبری وینده دابون باشترین ره حل بو بدست و اینانا اهداف من مسلمان و ملت کرد و گریانوا جاره که دی عزت دین و اسلام بو من مسلمان کرد لاختلاف لسر شیوا تعیینا باشترین ریکا بو. دیاره هر وقت بینا اختلاف هاد و تبدیل به نزاع بو دشمنش هشیاره استفاده لیکر او اختلافات تبدیل به نزاع کرد. اگر هم دقت کی زیاتر بکین لبارا وان اختلافات دا اغلب وان اختلافاتانه لتفاوت درجه فهم صحیح بو لدینه و الان لو ظروفی دا که امت اسلامی تدا زندگیت کرد بخصوص هر چار پارچه کردستان و ملت کرد ام دبینین مصیبت عظیم بسر سر مسلمان هاتنه بخصوص لخاور میانه بخصوص لنو ملت ما کرد مسلمان دا او اختلاف نظر که همیشه طبیعیه لبین مسلمان دا هبید هیچ وقت که وکو الان تبدیل نبو بو وسیله نزاعی و بو باعث وینده او نزاع هند وسیع بو که دلیل او بو چون فهم دقیق و وسیع و دیشین بیجین تقوای الهیش لنظر گرتنا تن رضای خدا که ماسیح بو بو باعث وینده کمک کرد پشتوانی کرد که او نزاع زیادتر بید. اما او بمعنى اوانیه که اولاد صحوا اسلامی لناو کردی دا لعالم و مزند مید کرد چه دیگل احزاب و جماعت دا چه اوید که مستقلن ریا خو هنگر نبرا که خو ادامه ندن شکر خود اوره که ادامه هیا و لازم بو که ام اوی اشاره پی بکین که براستی گلک لوان عالما الان اولویت ما ملت کرد و عالم کرد بو نجات مسلمان و بو نجات کرد لجیر آلای اسلام دا لجیر آلای راهنمایی و رهنمونیت اسلام دا گلک ری بزر نکری و اولویت دزانم بوی مبسته اجا دبیا هم بزانین نمونه که لجیان صحابه عرض بکین او جا بین سوی هنده بحث لوی هنده بکین که دلیل اختلاف اوابون من عرض کرن زور سطحی بون تبدیل به نزاع بون اوابو که هر ایک لما روشونک ددانا بو گهشتن بو هدف هوشیاری و گرانه و عزت اسلامی او تشتکی طبیعی بو ندبا تبدیل به نزاع ببا اما اولویت ملبیر کرد او اولویت ها که پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابت خل سر تربیت کربون اما اگه بگرین و سیرا پیغمبر و صحابه صلاة و سلام خدا لسر بن لزمان که رسول خدا وفات دکد وقتی که وفات دکد محبوب ترین انسان لسر روی اردل بر دل صحابه پیغمبر خدا بود صلی الله علیه وسلم خوشتوی ترین انسان خل دست دادن حتی شخص مزن و کو عمر کره خطاب کو هندک تاریخ دبیجن خوشا خل دست داد نخواهید باور بکد که رسول خدا وفات کریه وقتی ده سلمینن بوان ثابت دبید که وفات رسول خدا حتمیه وی جاره لبر تربیتی که رسول خدا داب و صحابه اولویت عصر و زمان و ظروف خود درک بکن اوان 3 روزا جنازه رسول خدا دفن نکرد چون دوشوله که مهمتر کوتن که
تعیین امیر و سید و رئیس که با مسلمان چون اگر لو ظروف حساس دا که رسول خدا وفات کری روحیا مسلمان شکایی اگر به سید و مزن و خلیفه ما بانوه ضربه یکی مزن بود هر یک لصحاباش مد تاریخ دانه دید یا یک دانه صحابه احتراز لو عمل صحابه گرفته بید بوچ دفن رسول خدا پاش خستن انتخاب خلیفه پیش خستن اما نمونه فقه اولویات کل درک و فهم صحابه کرام دا بود امید مسلمان اورو لازم ام اولویت عصر خو زمان خو بخصوص ملت کرد عالمت کرد درک بکی سیدا خلکی کی مایا از دوی خلکی دا عرض خود خاتمه پینم البته ظلم کجی لما هاتا کرن نک بیجم عمومی او جی او بو 20 دقیقه هات بو نویسیم به هر حال مشکل اگنیه امدبی پیروی لفرمایش دستورات مدیر کنفرانس و مجلسی بکن ام مسلمان او رو لازمه دو اولویت طالبیر نکن لازمه او دو اولویتانه ام بکنه سر لوحه شولاخو که لآخفتنید گلگ لما مستاج دا اشاره پیهاته کرن و اگر ام او دو تشتانه بکنه اولویت خو او نزاعا که ام لید ترسین او تفرقا که چی بوی ده هیتا درمان کرن و او اتحادا که آرزوها مجیه وی حاصل بید چون رازم ام رو بیجی وی چوا چی بید یه اول هر وقت ما مستا ابو بکر دهونه لآختنا خدا اشاره پیکر اعتراف به اختلافه اختلاف دگل خلاف و نزاعی دو تشتی متفاوته اوه که ام با اعتراف به وهنده بکن که همانا لفقه دینی دا با معنا قبول الاخره لاصطلاح فارسی و ایرانی دا دگر پذیریه اوه که ام غیر خو به خدا هر فکره که بید به و فکر و احترام به و شخص قائل بین به فکر و قائل بین اگر هم احترام به فکر اشخاص و احزاب و عالم و شخصیت و جماعت قائل نبین یعنی هم دخوازین استبداد بکن پس چون اما فکر ما وقت استبدادیه اگر قدرت و قوتش با ما بگره تو هر یک لما ببیت خدان قدرته هم ده تبدیل به انسانت مستبد بین لإسلام دا اکراه نیه لإسلام دا سیطره و ما انت علیهم بمسیطر افا انت تکره الناس ان یکونوا مؤمنین لإسلام دا حتی غیر مسلمان نابی بیت اکراه کرن بوی ایمان بینید چه جای وی اجتهاده که مخالف دا بیا بیل اجبار نظرات قبول بکرد پس یه اول بو حل نزاعه بو بنیشدانانا اختلافه اوه ام هودو قبول بکین بخدان او فکرا کو هی یه دویه کو عرض بکم و خاتمه بدم عرایزی خو اوه ام لمدارست خوی دینی دا لکردستان خدا ترویج فکر میان روی بکین جز اگل درست اصلی فقین خو حتما منابع کتبت باش لبارات تربیت اخلاقی و روانی و رفتاری و گفتاری و آخفتن دا فیر طلبت خود مدرسه بکین و فیر جامعت خوب بکین لسر منبرد مزگوتا لسر و مسئله زور تأکید بکین اگر ام اختلاف نظر به اعتراف پی بکین و حرمت بو قائل بین و ترویج فکر میان رویه بکین شکت دانیه او وقت لبین آمده او نزاع که هی دی مالا خوبار کد و انشاءالله بوحد رایتی و مسلمانتی دی بگره توانا و ما بسلمانا دا لآخر دا از ممنونم که انگو گوه خوبا آخوتنید ما را گرتن خدا جزا انگو هم یا بخیر بده توا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وقتی که کرد بالب اسلام و هاتن و مسلمان بون صحابه رسول الله بالب کردا و هاتن و تبلیغ اسلام آنیش کرداره کرد مسلمان بون کرد بنابه سیاست دنیای ده تشکیوانه ماب به دولت بون حتی ام بترکید به بیلک و تم میره و داهی نماب لبلی الحمد شداره که کرد پشتی تاریخ اسلام
رو برو بپیش دچون هن هر سه عصر عولی میره کردا چه بون دورا خلیج بصره خلیج عجم پشت چون چیای قفقاسیا وك شدادية وإيدن وهاتن بديار بكرة هنا بجار عمده دولة مروانية كي تاريخ دولة مروانية دبجين كي بجار ديار بكر هي بجار مزني علمي دنيا إبنج أمينة كو إمبراطورلوها إسلامي أساسا حكم الدنيا تفيد كر أمكارن بيجين كي ديار بكر تاريخ مروانيا دا پشت ميلادي سالا هزارو هنكي باجار پنج امين علمية دنيا تفيه او باجار كو بري اسلامي نفوساوي دور 3000 بو لفر ارمني هبون اساسا ماريا ارمني افدر اقتدارا والسر بو وبغريداي بيزانس بو روما بو كرد مجل چيابون بخودي بو پريشان بون دارا عجم ودارا فارس ما بون پريشان ما بون بتنه بشترى خدايا تعالى كر قسمته ما كر نصيبه ما صلاح الدين ايوبي بو مزنه ما او مزنتايا ميدناف تاريخ اسلام ده پیشوچونا ما بالتخت وتاج بو بدست سلطان صلاح الدين كوش سنره مغرب حتى سنره ايراني وش سنره حتى اخلاطه حتى ناوا يمني كل مكه مدينه سرناوي سلطان صلاح الدين خطبه دهات خواندن رحمه خدي لبه ورحمه خدي الحفاله يبه كو كرد كرن خدي علم دبيجن هناك اتقال جارة دبيجن هنا كرد ديار بكر شونه مصري وخدان دورا سلطان صلاح الدين رحمه خدي لبه وتيام تشاوب كن شتوران شهر قوتيه بلا هرن السودان وادا فتح كن دبي او كرد وجوادا مابون بخدي وتشمون جام سلطان شونه بدسته و الحمد لله فتح السودان تشبيه سيداي عزيز بريفات شتا اساس المظالم لبلي الصالة 1708 هذا معلومة وياكي لفرنسا احتلالك تشيبو صار نادي سيكولاريزم او سيكولاريزم كو امجر بلايقلك امجر بعلمانيات بو جارة عولي بو اقتدار بو خودي قوات چقا روكي ميد ناف تاريخ اسلام ده كو هاي اسلام خورت بو ام پیش بچون قاسي روكي سيكولاريزم پیش دچو والقاسي اما ام پاش دچو سال 1880 دولة عثماني ده پادشاه بو محمود دوی حاشا از نکام جر بجم اما تيكي مجر بجن دوی محمود غاور از انامناك غاور اما جباكو بالب اوروبائي بو جباكو سيكولار بو او تطبيقات السيكولاري عولي ايكو انين دولة عثماني امجد بايكنجي محمود الدوي او بو او هالسر اقتداري بيلغا يا بابانا جدست كت اقتدار بابانا الولايات الميدورة شهر زوري خلاص سال 1839 فرمان تنظيمات الدولة العثمانية هات اعلان كرين كي سر علمانيته سر سيكولاريزميه ميري مي جزيرة جدست كتن بشتي هنجيب سورك هندك او ميري مشهوري ميري خالدي جزيرة كالي سيدا سال 1856 فرمان إصلاحات الدولة العثمانية هات إعلان كرين كي او تنظيمات بيا تطبيقات بيا هاتن آواكرن تبي ميري ما جدستاچو مير الولايات الكردة خلاص بون اقتدار كرداي محلي خلاص بون از دريجناكم سالا 908 بارتيا حزب اتحاد التراقي الدولة العثمانية ده بو اقتدار حتى هنجي الدولة العثمانية وقت ميريكي كردا لبر الدولة العثمانية درابو وادقو عصيان تكر ام دبي قيام تكر وكميري جزيرة كوشوي جام سلطان عبد العزيز قوتي تيشب كجمة قوتي كنت معدام بكي تسلطاني مخطاكر وتجي معدام كي تي خطابك تسلطاني خطابك ازمير مخطابك خناخو فرق عملو تتشيه قوتي ويشيان دي ادا يا جزيرة يا قريتي لويدي ويدانية سرسري ملت هشت لايوي ويا حفت لايوي بونو جنرال دو اورديا عثماني ده كرد عدام ندكرن كرد ندكشتن لبالي بيشتي اقتدار اتحاد التراقي سال 1908 كردكو لبر دولة عثماني رابون وك مالا برزاني
وك خلقي بتليسه رحمة خديرة بوك الشيخ شابدين وك شي علي هين خورتبون عمري وابن سيربو وابن دار اعدامه دبين وقتكو شيخ شابدين بن دار اعدامه شي علي جريايا شيخ شابدين قوتيا عليو ما تدقري تترسي قوتيا ناس سيدا از ناس ترسم لبري ازبرت كفن كو عالمك وكتا وعالم اسلامي جي بمين ازبر ويات كفن قوتيا هين عمري بن سيربو دست اتحاد وتراقي صار هزار أثر تاريخ تركيا تشن قصرمانرن صار هزار ونهسال وبيستو سيادة دولة تركيا هات إعلان كرن دولة كي علماني لايق صار هزار وبيستو شراد صار كي بيشتر مدرسة ما تبدأ قطعه صار هزار ونهسال وسيو حفتاده التركي علمانية تمام بو علوية كرداي اتياي درس مداهي تحقي واد قطع عام شنو روب رودنا علمانيته جمر بوي تاريتي روبرو نابي إسلام جمعي بيروحناتي لبلي بشتي قيامة شيخ سعيد دناب روشنبيل كردا عولي أكولا الشامي وكزاري بدر خان وكزاري بابانا وشون الشامي أفكر ده شيء واحد شكل هنكي جي ميرما الشيخ وعالم متحسدين كبشتي الشيخ خالد ذو الجناحين رحمة خديره به بو شيخيتي وميراتي كربو ياك هنكي جواد حاسدين قوتن سبب باش كتنا كردا كو حق واي سياسي جي معناه تك سبب كي فيها هي او جي اسلام قلت دناف اسلام ده امرو برو بيش تشوبون دناف علمانيه ده امرو برو باش كتبون تبو حق وحقوق خوي سياسي واجتماعي واقتصادي وهر شيء هبن امجي مابون لبلي روشنبير مي الشامي وك مالا جميل باشا وك مالا بدر خان وك مالا بابانا تقولن كي اف سبب عمل باش معناه سبب كي فيها تاني هي او يتك سبب كي فيها اسلام جرى عولي وحرف لاتيني معلومه ويك وتشكرن وكرن ناف خلك بلا كرن هنك مالا ما يجون بون هفالتي وار كرن يا راستي تاريخ نويش كردارن لبري جرى عولي نامد علمانيتك النرم امجير دبيجن كي علمانيتها ليبرال يا يعني سيكولاريزم يا ديمقراط افاب حتى كنجي حتى صال 1960 صال 1960 و دولة ايفر محلي وك تركي وك عراقي وك سوري وك ايراني ودولة بين الملل وك امريكا وروس وفرنسا وانجليز فهمتني اف كردي كو ايمانا والقصيد قلب الجيجر تيه ودعمله وادا اوابيه هلقا السيدا ومشايخ شو بونكي حتى ايران مولودا كل اندونيسيا ماليزيا يشتي خواندن سيداي مي كردستان تبلفرن كو بدست سيداي مي شهر زوري هاتن نيساندر ولو مولود عربي بنداهي علماء ما شنو حتى بافريقيا ودبردن وادن از ناخذ نرشكم وقتين برهندك فيمكن كو سيكولاريزم كان نارم نمكن امش في دينه هنا دور كذن اجى الصاله 1960 ده سيكولاريزم ك نو افابو يا شديد التركي بدست احتلالا بيستو حفته جولاني الصاله 1960 امجير دبيجين كي سوسياليزم انا تو برست لسوري وراقي دست بعثه والايراني جي كو بارتيا ديمقراط بري بارتي كي نرمي سيكولار بو بارتي كي شديدي سيكولاري سوسياليست بر بيتشو انا بجم تذ منسوبه اما هنك منسوبه بر بيتشون ايجاب حتى انها بدست دولتي فاتشار دولتها تخواستن ام بيخن سيكولار جرى عولي بدست زاروي ما امكن خواستن ما بيخن سيكولار زاري مالي مابون هناك زاري شيخي مابون زاري اغي مابون بقلري مابون قوتن كي از روكي ملاكي مرة مخبر دا اختي چند دقيقة مانه 4 دقيقة مانه بس ان شاء الله بسيداكي مرة مخبر دا از هين زارو بوم جمهور جو خورتو ودعوة تكن مجو ام دعوة اسلامية تكن صار 1000 وناس نوت بزنامده واحكو مالا مخرب وجاده مجو تشل سيدا جو اف ديني هنا تومي ملت الدنيا دفجه قرايه جاردي اف زاروك مي هيفيا ما اون تشند خوينين اف ديني هنا جكنا تورك وملي خوفا كرنا وجاردي دبيجين امي دعوه دين بكن لا هو كدولتها ما حتى ون دعوه دين بكن دين ودولته ما دفر ذكرن مخالفه هفدو قلتن يا ون دين خويا دولتها خويا والسبب يكون بون الدولة افيا ديني ويا افيا قلتن غلط
والله شهاده ما خدایك و سیدا مر سر نان بو گخورت و نان خو بخنز دهر المجا جمعت الفكر غلطي بو سيداي عزيز صلاح هزار وحفصاد ونوت ونه وقتك سيكولاريزم لفرنسا افابو حال كردا جحال يونانا تشتربو تاريخ دوريكمان تزانو شحال بلغارا تشتربو شحال رومانا جي تشتربو ام افندي دنياي بون تاج وتخت بون دوره اسلامي ده لبلي وقت السيكولاريزم افابو تشتك دستمدنا امان بيتشت وقت نتبه دورا مكرن دولت قو سيكولار بن دولت اما جمرة قوتن كي جبونا هم ببن سيكولار دولت اما يو بيخن سيكولار موقي راسته نها تشكي نوجمرة دبجن دبجبونا اما بيخن تشتك ندولت يعني وقت تشكي اوتونوم لازم اون عسكري سيكولاريزم بن ام دو بون قربان سيكولاريزم إلى تخوازن مج سيكولاريزم را بيخن قربان افياد حقيقة افياد ظلمك نوية ام دو سيكولاريزم هات ام قربان كرن إلى جبر خوش سيكولاريزم را خورتي خوي دلالي عزيز سيكولاريزم را قربان بكن بلا هارن جبو سيكولاريزم سوري حربي بكن جبو سيكولاريزم عراقي حربي بكن جبو ايران ببي سيكولاريزم حربي بكن ده تركي دجي لازمه ون جبو سيكولاريزم تركي المانيتا تركي ون هفالي سيكولارا بن ون هفالي سيكولارا بن ام تشكي نادن و اف دولته بين الملل فياج مرد بيجن يلي سيدا يا امي فيا قبول بكن يا امي رد لبلي قبول كرنا علمانيته يا سيكولار بمحققي نم معنى تفكرنا سياسته ويا دولته علمانيات ذهنيته علمانيات حياتها الشخصية علمانيات حياتها اجتماعية وعلمانيات حياتها نسل بشتي مريا قالوا كاد دستي كيج مدى اف غرانتيا هنا هيك اف كردي ميكو چون سويت چون فرنسا و جديني خو دور كتن كرديتيا وما سر زمان تاني عجب وصبا بزمان تاني اف يا كرد بن يانا كرد بن عجب كسي كو علم اجتماعي فهم دكي قاري بيجي قومك بزمان تاني ببي كرد يا ببي ترك يا ببي عرب قوميات دينه زمانه حياتك اجتماعيه فولكلوره افيات بهفريه تفريقه فيها جف شيء نابي افيا ممكنه gerek emniyet kapandın. Tamam inşallah. Evya roleki sedayeme gerek mühim hayat vede. Gerek emya femkin ki ku mesela içtimaiyete mesela kurdiyete. Eğer em hakiki Kurd bin, eğer em dile mesel Kurda dişavute, eğer em nafazın nesli Kurda idi peşti harabdı. Aile naf Kurda nemini. Hatta navi kurdiyete eğer em nafazın nemine لازم ام مثلا علمانيته سيكولاريزم ناف خده راستي عولي ذهني حال بك ام سيرفي يا خبر بك يا ام سيكولار بن يا ام نه سيكولار بن يا علاقات ام بارتي سيكولار ويتشبن وهبن يا وين هبن اگر هبن ويتشبن قالك ام سيرفي يا تفكر بكن وام سيرفي يا خبردن اف جوين نسل بشتي خورا افقيه و ام فقيه وانا ام فقيه وانا ام تخازن فيا جو بعلمن كاجلو ام تشبكن وقت ام علماني بن سياستها ما هر ام سوري جبو علمانيتها سوري ام حرباجي بكن ازنا امين ويتشكي بدن ما زيرا ام قفقاسيا كردستان صور ام بون سوسياليستي ستالين ام سرغني سرغومي تانافا اسيا كرن كأم مثلا علمانيته مثلا مالا بدرخان وبابان واقتداري بو يا مثلا كي حقيقة جبو حقيقة كردابو وأزبياج مزي خلاصكم إن شاء الله يا كو سوسياليزم وقوميات هردو كرن حسب اي سيكولاريزم كردي ماي سوسياليست أزدي خوش وتخازن بون مركبة سيكولاريزم جو بين ناف كردان لذا مركبتيا هنا ne eğme Kurda tane xalas kir. Bele aynı zamanda bu ve buraya Kurda bu.
بيقول كردات خو عادت وعرف كردا خلاص امثال يا لازم بفكر خورتي كردات بن خورت ندن بن خورتي سويد ولو اگر خورتي ما بن خورتي سويد يا جبو چه ما على كرديتي مهلدا ما جو امي كرد بن امي سرب خوبن يا امي اوتونوم بن يا امي ولوبن يا امي ولوبن ام لازم بفا هفالي السيكولار رجي ام بيا خبرت ابي يبون السيكولار خلاص ما خلاصكم ام لازم ام بوار خبردن يا كامي تشاوبكم افتشتاوند كن راستنا راست افتشتي ام بيجن كاولي تشاوجي استفاده بكن ام لازم السر خبر بدن ام جار دي جوانا كو امر دوي نقطه هنيده كو يا امي وندا بكن يا امي كار بكن امي قزنج بكن لازم بري ام سر فكر خداي تعالى جورازي بي وجادي سلافي خدا سروبن ان شاء الله رحمه اخو جور بشكشتكم خسرنا نرم اگر مدودريش كربه وخداي تعالى علي كاري مسلمانا وعلي كاري كردا واج تومي حركتي متطرف ودور بخ وبين السر ريك معتدل كوريا تشا ولاتي ما تجيكي معتدل لنا ام اقليمك معتدل لنا اف حالك دينداريا ما كرداجي دينداريك معتدله ام هيفيت كنت اف دينداريا هني جاري احياء ببي ان شاء الله والسر ام في احياء بنا هني ملتي ما احياء بجاردي الدنيا بن تاج وتخت ولو تاج وتخت علمي ولو سياسي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداي بقيمات وخشكي مي بحرمات وانتفدى بخيرات خداي تعالى خيرا وتفدى مظلمك إن شاء الله. حق كردا اي انساني و اي اسلامي چند دقه امن سرویناک ان شاء الله تعالى خبر بدن بزنا خودي ام زمان وزح ناستينا براستيد حضورا ودا اف گوتني هاني كي بلكي جبوما بحرمتي تشيد من اما ام تخوازن ما عفو بكني ان شاء الله. ام دوی باوریه دنا کو رب کائنات هرچی مخلوقاتی کو خلقان دیا تبلی حق و حقوق وینا کی خلقان دیا د وان خصوصی هانی که دا خدا جبو کسا کی تک مایی نهشتیا جبروی قاسی کرد جی هنگا کو هاتنا خلقاندن محقق حق وانا کے کھاچیا خدا دائی وانا کے وکہ اے ہر ملت وکہ اے ہر خلقی آیت کریمہ و خصوصانے کے خوشکی زہد کن خدا دبے استعیذ باللہ یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى ای گلی انسانا ما ونج زلامك وبيرككي خلق عندنا اف خلق عندنا هاني كي زلام وبيرككي جبو تمام ملت آيا وي وقتي كرت لقرباوري اما نا اولادكي جدان جوان خلق ديتري حق عربا چبه حق تركا چبه حق عجما چبه لقور قرآن حق كرداجي أوا چونكو باوي وايكا دياواجي يكا نجدي وباونا فرقلي هاتنا خلقاندن بيچاوا باوكي جبو باوكي تمام أولادي ويناكي حقوق واناكي وكي هوا أم حمي أجرج آدم وحواب وي وقتي حق كردا حق تركا حق عجما حق فارسا جرك جهفنا جدابي بيچاوا ايرود الدنيا دا هركس هبونا خوا بهبونا خوا افتخار دكي كو عربة ويا تركا ويا عجمة ام دبي جركا كردجي بكرديتيا خوا افتخار بكي جبو فيناكي شرمنكي جبو كو كرد هاتيا خلقان دل لورا في صنعتي خدايا اف آيتي خدايا وجركا كسكي جي جبو ملتي كرد هاتيا خلقاندن
هنگاکو انکارا کردیتی آوی بکه انکارا زمانی وی بکه انکارا کلتر آوینا که بکه خیانت با آیات خدا رد که جبر وی قاسی اگر کو برای هفدو بن کی رب عالم دبه انما المؤمنون اخوة وی وقتی گره که اف براتیا هانه که براستی به کی وی براتیا هانه که دنت چرچوا قرآن ده تحلیل بکه بخدا رخائنتیه دکه به اسلامی رخائنتیه دکه پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام دبیجی ایها الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب خلاص كزم كسك ديترنا ماستر الجور باورياما وكي كهنك دبيجن عصالتا فلان عرق دوي خوينا كد دمار وادة تقره نخير ام فينا باورناكن جبروي قاسي عصالات مزناتي افتخار لجور خدا بتقوايا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وإيرو هنجاكو أم الإنسان آدمي زين بلكي دوان عرضي هاني كده انزح فيكو خزمتا ديني خدا كرنا ملتي كردا كرد دوان عرضي هاني كده أنصور عصلينا بري تركا لوان عرضا كرد هبون خودي وان عرضانا اگر کو ام وان عرضي هاني كي وان جغرافيا هاني كي کو جيرتي قوتن اورتا دوغو ويا ميزوبوتاميا اگر ام تشبيها ويناكي بكن بخانية بمالكي خودية في خانية هاني كي اول كردن وهنجاكو جغيري كردا قومي دي تريها هتنا جبوكو مسلمان دست براتي بواوا زيدا كرنا دريش كرنا وبونا براي هفدو حتى وكا ايرو جي ام فيد بيجن جركا بيتشلو لهر دري دنياي هنجاكو دوحب عرب دجنا هفدو بعربي خبر ددن وج هفدو فهم دكن لازم دبوكو كرد جي لكرد دربن ببن لا هنجا خبر دانش زماني هفدو فهم بكن ام ايرو لفيدري ايرو دروجا ام خبر ددن جبو مسألة دردي خوا جبو بريني خوا ام خبر ددن اما ازوصا باورم كو زحف امام هفدو فهم لكن ديقلكو ام حمي كردن اف علامتي تشيا علامتي كو ظلمكي مظن لما كردا هاتيا كرن مظماني خوون دا كريا ام بكردي خبر ددن اما يا امي قرق بعربي خبر بدن جبوكو ام فهم بكن او جبوكو اهل في جواتي عالم جبو ويقاسي بلكي فهم دكن ويا قرق ام بالتركيب هفرا خبر بدن جبوكو ام فهم بكن ويا قرق ام بزماني فارسي مثال از بيجم خبر بدن حتى ام كرد جهفدو فهم بكن ام فينا زلت قبول دكن قرق اف ظلم لكردان هات بانا كرن اما مالسا بصالو زمان اف ظلم هانيكي لكردا هات يكرن ام دبي ايدي بسا هيجو المسج فيغا وبيفا بلا اف حقوقي كو هاتنا غصب كرن جو كردا هاتنا ستاندن بلا ورنا دان جارك دي جوان را بلا كرد جيوكي هر كسكي بناس ناما خوري ناس كرن افتخار بكي ام نمجبورن دو تركيا دا دوان عرضي هاني كده جبوكو ام ببن خلق تركيا ورن قبول كرن ام دكيم لكا خوادا تركيا جمهوريتي ياز بكن بلا ام تفلي هويتا خوي عصلي براي هفدوبن مادام ام برانا مادام انما المؤمنون اخوة مادام ام جديو بابكي هاتنا خلقاندن بلا براي مي ترك جي بناسنا ما خواري ناس كرن كرد جي بناسنا ما خوي عصلي وري ناس كرن وبفي شكل ام براتي بكن براتي جركا وكا هاف بي اگر كو ام بنافي براتي انكارا ارقا هفدو بكن افنا براتيا جبر وينا جركا زمان كردي لسوري جي لعراقي جي لتركي جي لغور باوريا ما جركا زمان كردي دخواندن دجي وري استعمال كرن بلا ببي الزمان الرسمي دولتي ايه دو يمين اما مالسف ايرو اواناكي تونه يجبو خلقي كرد ام دبيجن بلا كرد بهويتا خوي اصلي ببي خلقي في تركيا بلا ببي وطنداشي تركيا ام بلا نگوشتو نينوك بن ام كرد نينوكيتيه قبول ناكن اف نينوك غاوا دريج دبي جيدكن تاويجن ام دبي بلا ام كرد
اگركو ام براي هفدو بن ام اعضاء بدنكي بن بلا ام دست بن بلا ام بي بن بلا ام بدن بن بلا ام نينوك بن اما ما لسف حتى وكايرو نينوكي تيجي جما نهاتيا قبول كرن ام جركا اعضاء بدنكي بن جركا كردجي وكي هر كسكي بالزمان اخوا برحتي خبر بدي د مكتب اخوا د درس اخوا بزمان اخوا هلدي زمان رسمي اي دو يمين جركا كردي جدنا وانا كي دهبي جركا انكار نوي كرن اسميلا جركا نوي كرن كلترا كردا عرفي وعادتي وانا جركا ورنا محافظه كرن وك اي هر كسكي جركا اف پارچه کرنا كردا لچار دولتا ام فيناكي قبولناك القر عقيدة خوا هجف هاتنا قد كرن اف ديواري كو دناوا وادا هاتنا چه كرن اف سوري كو هاتنا انشاء كرن بلا اف سور رابن برحتي اف ملتي كرد بسر هفر هاري وري هف ناس بكن و كلتر اخو اخلاقي خو حياة اخو كاربن بدومينن مثالا في تشتي بچه چه دبي د تاریخی دا افتشتی هانه که هنه آنتونه نبلی لگور باوریاما پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام بیچاوا بلال حبشی تبلی حبشی تیاوینا که آنی حتی ایرو بیچاوا سلمان فارسی تبلی فارس تیاوینا که حتی ایرو آنی بیچاوا جابان کردی حتی ایرو بکردی تیاوینا که محافظه کر بیچاوا سهیب رومی برومی تیاوینا که و محافظه کر ایرو جرك تمام كردا تركا عربا هركس بشكل خوا بهوية خوا بكلترا خوا بالزمان خوا محافظة كرن بلا نوي إنكار كرن ونوي رد كرن أم في دا خوازيا هاني كيدكن ليبلي أزي في بيج مخلاص بكنا خوازم زح زماني وبسطينم رياوي تشتي تشيا رياوي تشتي قرآنا لقور باوريا ما درمان تمام پرسبريك ما قرآن و سنة پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام قتبو تركتو فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما دتشتاج ورد هيلم هنگاكو ونخب واناكي بقر وناتشن ضلالتي ايروجي هنگاكو كرد عرب ترك فارس عجم حمي خب قرآني بقرن دتشرشوا قرآني دبراتي بكن افتني مجي رابن افن خوشي مجي رابن جبر وي قاسي ايروه كيفي مسألة بيجي برين انقلي سيداي بقيمت جبوكو دوقت خدا علماء ملتي كرد حق حقوق كردا جبوكو خديتي لنكر ايرو كومونيزم سوسياليزم ايرو لكردا خديتي كريا كرد سوسياليست كرن كرد اخستن كومونيست اويسا كرد مؤمن حقيقي بون اگر كو سيداي ما دوی خصهانه که دبوبانا پیشیوان جوانا که ربل که ایرو دنیا کردا خراب بو هیچ olmasa بلا ایمان و هاتبانا محافظه کرن لیجبو کو دوی خصهانه که دم پیشیوان تیج ملت خورا نکر هنا کا دنیا و اخرا کر مجی اخرتا وانا که خرا کرن بونه سبب وینا که ابو بالکی مزنا جبر وی قاسی ایرو جارک دیتری گرک علماء ما سیدای ما مزن ما مشایخ ما كيليكي بري كيليكي دوي معني دا حق حقوق كردا خوديتي بكن جبوكو إيمانا واهي جو مسا خلاص بي زاروكي كردا إيرو حمي بونا غلامي سيكولاريزمي بونا غلامي كفري خزمتا كفري دكن بجد خورا بمقدسات خورا بعلماء خورا بقرآن خورا ببيغمبر خورا حقارات وحربي دكن قالوا مسؤوليتا فيناكي تنا يقي قالك اف شواني هانيكي شوانتي جوان انسان ارانكن قي جبروي قاسي ام دبيجن حقي كردا وك حقي هر كسيا هر قوم هر ملت حقي ويتشبه كردجي حقي او تشتر حمينا امنا اولادي يتيم من فان عردادا ام خدي فان عرداي اصلينا جبروي قاسي ايكو دعوه براتيا ما بكي جو كرداش تركاج عربا قالك دوي تشرچوي دبراتي بمربكي ام هيفيا ما جو خداجي افا خداي تعالى جو تفضل راضي بي جبوكو نهاتن حتى ايرو دروجا ام بخزمته خباتا وافتخار دكن ام بغلامتيا وافتخار دكن هبونا ويلفيدري هيفيكا كمزنا جبو خلقي ما باذن خدي وامودك بدي في ملتي هانيك اف رسمي هانيك كوج چار اقطار كردستان علماء كردا لبا هفدور ونشتنا
ام باور دکن وی ببی وسیله رونشتناوی ملتی الباهق دو بزنا خودی ونسر سری موچع بمرهاتن خدای تعالی جو تفضل راضی به. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.